مستر عمر، نظامنا على اليوتيوب السنة دي هيبقى عامل ازاي؟ والله احنا اصلا هننزل على اليوتيوب عشان الطالب ما يحتاجش اللي هو ياخد درس. فعشان الطالب ما يحتاجش اللي هو ياخد درس، محتاج القناه يكون فيها 4 حاجات. اول حاجه يكون فيه شرح حلو طبعا ان شاء الله، فيبقى ان شاء الله اكيد هيبقى فيه شرح. تاني حاجه يكون فيه حل. الحل ده يكون منين؟ الحل ده من كتاب المعاصر، زائد كمان اسئله الامتحانات السابقه. تالت حاجه ان يكون فيه الحصص تكون بتنزل بمواعيد ثابته، وان شاء الله هننزلها يوم الثلاث. رابع حاجة إن يكون في متابعة، يعني مثلا حضرتك عايز تسأل عن معلومة معينة، عن سؤال معين، في متابعة معايا على الواتساب معانا مباشرة. أنا شخصيا أنت هتبعت لي على الواتساب، أنا إن شاء الله هرد عليك. يعني ممكن انا كطالب ما اخدش درس واتابع القناة يعني واجيب مجموع وكده؟ والله دي بقى بتعتمد على يعني الفكرة دي بتعتمد على الطالب نفسه. لو انت حسيت مثلا ان في سؤال او اتنين مثلا او تلاتة او اربعة او حتى 5 اسئلة بيقفوا معاك وانت بتبعتهم لي بتناقش فيهم وخلاص، والعملية بتخلص كده، يبقى انت مش محتاج ان انت تاخد درس. لكن مثلا لقيت مثلا بال20 سؤال مثلا واقفين معاك، يبقى انت لا، يبقى انت كده محتاج حد يقعد معاك، ومحتاج يعني يكون في حد بيساعدك اكتر من قناة على اليوتيوب. فانت على حسب انت مستواك تعرف تحكم على نفسك. في ناس بيخشوا طب وهندسه من اليوتيوب بس، وفي ناس تانية لا، محتاجه دعم اكبر وحد يقعد معاهم اكتر ويحل معاهم اكتر. فانت على حسب لقيت مثلا العمليه ايه، في كام سؤال بس بيقفوا معاك بتبعتهم وبتخلص الحكايه، خلاص يبقى انت كده تمام، مش محتاج تاخد درس. لكن مثلا لقيت نص الاكسرسايز واقف معاك، يبقى انت كده لا، يبقى انت كده محتاج حد يقعد معاك والكلام ده. طبعا لازم ساعتها يبقى برايفت طبعا، يعني ساعتها لان انت كده كده اليوتيوب زيه زي السنتر، انت مش كده كده في السنتر مش هتسال يعني. طيب ايه الطالب ممكن يعمله عشان يجيب مجموع؟ وزي ما حضرتك شايف كده الامتحانات كلها بتيجي صعبة. حلو. حاجتين. اول حاجه ان هو يفهم الفكره نفسها، يعني ما ياخدش القانون يحفظه ويروح يطبق وهو مش فاهم اصلا ايه. يعني مثلا الباور، ايه هي الباور؟ لا انا عارف الباور دي اي في في، اي في هو الباور، خلاص روح حل، مفيش حاجه اسمها كده. انت لازم تفهم كويس ان هو بيلعب في حته الفهم. تاني حاجه اللي انت تبقى كويس في الماس، مش يعني مش اينشتاين او الخوارزمي في الماس، لا انت بس ايه، مشي دنيتك في الماس. انت مش عايز تمشي دنيتك في الماس في الماس ومقضيها الفا سولف والكلام دوت، يبقى انت كده لا، مش انت كده مش على مستوى الامتحان. حتى لو المدرس بتاعك بيقول لك حل بالالفا كالك والكلام ده، الكلام دوت ممكن انت تعرفه وتعمله سهل عليك الوقت وكده. لكن طبعا هو انت لازم تحاسب نفسك في الماس، سواء انت كنت علم رياضه وعلم علوم. امتحان الفيزياء بيجي على الناس كلها، ما بيقولش ده علم رياضه وده علم علوم، فهيضرب في الماس وضرب في الماس سنه 24 السنه دي والسنه اللي فاتت وكل السنين النظام الجديد بيضرب في الماس. فانت لازم تحسن نفسك في الماس. وممكن حاجه اخيره ان انت تسرع نفسك في الحل. فدول ال3 حاجات لو انت عرفتهم يبقى انت كده ان شاء الله هتجيب مجموع.